هتغيروا فكرتكم عن الكبسة بعد الوصفة دي. كل المكونات في حلة واحدة والطعم خطير. هاتي بقى الحلة بتاعتك وانزلي بمعلقتين زبدة كبار ومعلقتين زيت كبار. عندك بصلتين متقطعين، انزلي بالزبدة. حطي شوية توابل صحيحة، ليمون، قرفة، فلفل، توابل كبسة. كنت مقطعة طماطمايه وبشرة جزرايه، نزلت برضو على البصل، بدأت اديهم تشويحة كده حلوة. انزلي بقى بالفراخ بتاعتك واديهم برضو تشويحة حلوة وسيبيهم كده 10 دقايق. بعد كده تنزلي بكوبايتين مية كبار، لازم الفراخ تتغطى وتسيبيها بقى تستوي كده حوالي تلت ساعة. انا هنا كنت بظبط الملح بتاعي. طبعا سيبي الفراخ لحد ما تستوي خالص وتاخد وقتها في السوا. هنا كانت الفراخ خلاص استوت، بدأت بقى اطلعها من الشوربة ونزلت بالرز بتاعي. طبعا رز بسمتي مغسول. اديتهم تقليبة حلوة. هنا كان الرز شرب المية بتاعته ربع ساعة بالظبط وكان يستوى وفلفل وريحته قلب الشقة. جربوها.